مشاهدي شاشة قناة النيل الأزرق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن الآن داخل مسجد سيدي الشيخ البرعي بقرية الزريبة بولاية شمال كردفان للزيارة السنوية التي تتحرك من هنا من قرية الزريبة من هذا المجمع الإسلامي الديني مباشرة إلى قرية الكريدة بولاية النيل الأبيض. نتمنى لكم متابعة طيبة عبر هذا المشوار. أهلا ومرحبا بكم. والله الحمد لله. الزيارة هي يعني ما في اختلاف يقولوا عليه يعني، إنما هي كمثلها من الزيارات الفائتة، لكن هذه السنة قد يكون فيها إقبال أشد، وإن كنا نحن قد تخوفنا من تحديد المواعيد، كانت شوية مزعجة للناس قبل يعني الحصاد وقبل تجهيزهم وقبل فراغهم من زراعتهم، ولكن توكلنا على الله لأنها جاءت في زمن في المولد، يعني بعد شهر يمكن من الليلة يكون عيد المولد، وهكذا يعني كثير من الحصاد بتاع الزرع كمان نحن بنمشي الزراعة بنقيم فيها الشهر والشهرين والثلاثة أشهر في الخلا عشان نحصد العيش برضها كمان. دي بقت لنا، فما وجدنا فرصة إلا هذه الفرصة، فلذلك كنا متخوفين شديد من أن الناس تعتذر. فعلا ضربوا لنا ناس غرب دارفور واعتذروا عن الزيارة، وقلنا لهم نحن خلاص عافيناكم من الزيارة، ولكن بعد ذاك جو أكثر من السنين الفاتت. جو بإقبال شديد وبحماس شديد وبقوة شديدة، والحمد لله رب العالمين. كانت فعلا يعني زيارة لها أثر عظيم في النفوس ولها دفع روحي ما عادي، وكل الناس جو بحماس روحي مش حماس حسي، تحس فيهم يعني الإقبال القلبي، تحس فيهم أنهم هم مخلصين إخلاص ما عادي. وهذه إن دلت فإنما تدل على صدق النية إن شاء الله، محبة في الرسول عليه الصلاة والسلام، وتأكيدا لمعاني الأخوة في الله عز وجل، لأن المؤمنون إخوة، والناس هم الإنسان إذا أراد أن ينظر أو يعرف محبة أخيه له قال كما ورد ينظر إلى قلبه، تنظر إلى قلبك نفس الإحساس اللي في قلبك أنت هو في قلبه هو. والقلوب دي هي ما زي المراية بتعكس للإنسان الشيء الحاصل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح جنود مجندة
فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الحمد لله كل الناس أرواحهم متعارفة ومنصهرة في بوتقة واحدة، بوتقة المحبة، بوتقة الأخوة في الله، بوتقة الصفاء النقاء. والحمد لله يعني كانوا كلهم على قلب رجل واحد، فلا تجد إنسان ولا تنظر إليه إلا وتجده ينظر إليك نظر المحبة، لأن العين لها أثر ولها فيها أسرار ما عادية، والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعادها. أنا سلات بالمختار يا وأصحاب أبو الأخيار، صديق وعمر بشار يا وعثمان علي الكرار، أنا بمشي ليه أيام الشبش أقونا نهار بالتهليل نوبة وطار، الإشارة باستمرار بدي وين خبر الإنشار، وأنا بمشي ليه وصلت يا تصورة؟ سهلة سيد. سائل سائل. ومعاك هنا من أخوانك جماعة؟ نعم. كم؟ بالنبي 3. 3 من أخوانك. نعم. أهلا وسهلا إخوتي الكرام من خلوة الشيخ عبد الرحيم البرعي ومسيده بالزريبة، ونحن في هذا السوح القرآني وفي هذا المسيد نستعد للتحرك غدا إن شاء الله لزيارة الكريدة مقام العارف بالله سيدي الشيخ عمر الصافيابي بقيادة أبونا الشيخ الفاتح الشيخ عبد الرحيم بالزريبة وأبونا الشيخ حسن الشيخ محمد أحمد بالكريدة. هذه الزيارة يعني امتدت لسنوات عدة، زادت عن القرن من الزمان. بدأها العارف بالله أبونا الشيخ محمد وقع الله بعد أن أخذ الطريقة السمانية على شيخه الشيخ عمر في الكريدة، وأتى وأسس هذا المكان وهذا المجمع الدعوي الشامل الكامل الذي يعلم القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم وعلوم الشريعة. وهذه الزيارة تجمع كل أطياف المجتمع السوداني من كل ولايات السودان شرقه وغربه، وهذه الزيارة تعبير عن الوفاء والمحبة في الله سبحانه وتعالى، رغم أنها يعني تأتي في كل عام، إلا أنها تأتي لتوثق عهدا قديما جمع أبونا الشيخ محمد وقع الله مع شيخه الشيخ عمر الصافيابي. وتأتي هذه الزيارة لتجدد معاني وعرى المحبة والإخاء في الله سبحانه وتعالى، لا لدنيا يصيبونها ولا لامرأة ينكحونها. فنحمد الله على هذا التجمع العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هؤلاء الزوار ذهابا وإيابا، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته.
اليضار أي بين وباطب والأوتار أنا بمشي ليك. نحن الآن بحمد الله سبحانه وتعالى بخلوة الشيخ الفاتح الشيخ البرعي في هذا اليوم الطيب، في هذه البقعة الطيبة المباركة، وفي هذا الشهر الكريم، سعيدين أيما سعادة بهذه الزيارة الطيبة التي وددنا من خلالها تمثيل ولاية شمال كردفان ممثلة في وليها لمشاركة الإخوة في بهذه المناسبة الكريمة، مناسبة زيارتهم إلى منطقة الكريدة. ونحن إذ نقول ذلك إنما نشكر لهم هذا الصنيع الطيب الذي دأبوا عليه طيلة الفترة السابقة، وهم يقدمون هذا الحب الكبير والذي يلتقي فيه جموع المواطنين من مختلف مشارق الأرض ومغاربها، حبا في الرسول صلى الله عليه وسلم وحبا في هذا العمل الطيب الكريم. ونحن إذ نقول ذلك نأمل أن يتواصل هذا الجهد وهذا الدأب خدمة للإسلام وخدمة للدعوة الإسلامية. نحن في ولاية شمال كردفان مقدرين وشاكرين للدور الكبير الذي يطلع به الشيخ الفاتح الشيخ عبد الرحيم الشيخ وقع الله، ونشكر على هذا الجهد الكبير الذي ظل من قبله أجداده وآباؤه يقومون به، ولا زال يقدم الخير الكثير والوفير لهذه الولاية في مجال الدعوة الإسلامية. وبارك الله في جهدهم وشكر الله صانعهم وبارك الله فيكم جميعا إن شاء الله. الزوار بعد ما تحركوا من قرية الزريبة قطعوا مسافة 70 كيلو. نحن الآن في منطقة اسمها دونكي الأمين بولاية شمال كردفان، متوجهين طوالي لمنطقة الكريدة للزيارة. نتواصل معكم في مشوار هذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم. كلمونا عن شعوركم، كل المشاهدين عن شعوركم وانتوا جايين زايرين هنا قرية الكريدة. والله شعورنا بأنه ده موقع ديني، والدين ده طبعا الإنسان يعني احنا كناس مسلمين وعقيدتنا واحنا بنحب الدين، والناس يعني من قبلنا أهلنا ذات الكبار البلدان لقيناهم متمسكين بهذا المنهج والطريق. احنا هسي أول مرة نجي وإن شاء الله من هنا دايرين نسلك هذا الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي أول زيارة لك؟ أيوة نعم، أول زيارة للكريدة. هو جينا وزي ما قالوا على حس الزيارة ونخش يعني
أول مرة نجي ونشوف الحاصل شنو فيها. هتعدوا هنا كم يوم؟ لا إن شاء الله بنرجع في نفس اليوم، يعني ما من الناس اللي بيقعدوا يومين ثلاثة، لكن بنرجع في نفس اليوم إن شاء الله. ربنا يوفقكم. والإخبار يوم خشيت المسيد ومطار، السلام يا شموس وغمار، بأدب خضوع وكسار أنا بمشي ليه. دي أول زيارة لك ولا في زيارات قبل كده توالت؟ كل سنه الحمد لله قاعدين نجي الزياره للشيخ عمر في الكريده. طبعا في طقوس وفي حاجات بتمارس هنا في خلال الزيارة دي، كلم المشاهدين من ضمن الحاجات دي شنو؟ نعم اصلا هي زياره يعني من ابواتنا الشيخ محمد وقع الله والشيخ عبد الرحيم البرعي الشيخ محمد وقع الله هو الشيخ عمر، ويمكن عندنا اكثر من 100 عام، وهي زياره يعني في الله ولله ولا شك انها مقبوله، ونحن نجي يعني جايين بدافع المحبه ودافع يعني وفاء لمشايختنا في الكريده، ربنا يجزيهم عنا كل خير. في كل عام الحمد لله بنوصل هذه الزيارة، وزيارة موفقة وزيارة يعني ود ومحبة بين كل الأمة المسلمة. وفي هذه الزيارة زيارة مباركة وموفقة، يعني كل الولايات، جميع أنحاء السودان، من كسلة، من بورسودان، من القضارف، من سنار، من سنجة، من الدمازين، كل الأخوان بنجتمع في حلقة واحدة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام أردام أردام، زي الموية في البرام وزي العافية في العظام. سلام وتفسير السلام سلامة. نرحب بأخواننا ناس التلفزيون ترحيب شديد، ونرحب بالأخوان الأعزاء الأجلاء أجونا زيارة في الله سبحانه وتعالى، ونرحب بكل من أتانا من كل فج عميق. قال الله تعالى في حديثه القدسي: وجبت محبتي في المتحبين فيها، وفي المتزاورين فيها، وفي المتجالسين فيها، وفي المتبازلين فيها. فنحن يا جماعة أظن الشروط دي كلها أوفيناها. أخواننا دين ما شاء الله زيننا في الله، وكل الوفود اللي بتجينا زايرة منذ قيام هذه الزيارة، وهذه الزيارة لها مئات السنين، وهي في الله سبحانه وتعالى، والكل يحضر إلى زيارة الكريدة منذ بدأها أبونا الشيخ محمد وقيع الله مع أبونا الشيخ عمر. تاريخ قديم ويتجدد كل عام، وكلهم زائرين الله سبحانه وتعالى، وما في الغرض من الزيارة لا تجارة ولا خلاف وجه الله سبحانه وتعالى. فعشان كده يا جماعة هذه الزيارة لأنها في الله سبحانه وتعالى استمرت مئات السنين، ولأنها مربوطة بحبل الله ما حبل دبارة زي ما قال أبونا الشيخ عبد الرحيم، قال ده حبل الله، وحبل الله هو الغوي، وعشان هي بحبل الله استمرت مئات السنين وحتظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنها في الله سبحانه وتعالى.
الله ما شاء الله، ولا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظنا في سفرنا هذا واجعله الله واكتب لنا اللهم فيه النصر والتوفيق والبر والصلاح والتقى ومن العمل ما ترضى، وردنا اللهم سالمين غانمين من البركات من النفحات من الخيرات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وأرزقنا وأنت خير الرازقين. ودي دعوة سيدنا عيسى يا جماعة. ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. نفحات المودة والمحبة في الله عز وجل، نفحات نسمات أولياء الله عز وجل، نفحات محبة الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا النصر والتوفيق والبر والصلاح والتقى ومن العمل ما ترضى يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة ومن بعد الممات. اللهم احفظ ما أنعمته ولا تهتك ما سترته ولا تسلم ما وهبت يا رب العالمين. الأحباب والمريدين أرزقهم التوفيق والرضا والعمل الصالح يا رب العالمين، ويرجعوا سالمين وغانمين يا رب العالمين. وأكرمني يا ربنا، أكرموا الناس اللي يزاروك في الله، ودي محبتك اللي انت ذكرتها انه الناس المتحابين فيهم تحدثت انهم حينالوا إلا الخير والدرجات الرفيعة، وجزاكم الله خير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بارك الله فيكم. هكذا مشاهدينا الكرام في كل مكان اكتمل هذا المشوار الذي حف بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. تحركنا كان من منطقة الزريبة بولاية شمال كردفان لغاية ما وصلنا منطقة الكريدة بولاية النيل الأبيض، لغاية ما نلاقيكم إن شاء الله في مشوار جديد. تحياتي وتحيات الفريق العامل في البرنامج، وفي أمان الله.